وليه تعملي كل يوم سندوتشات لما ممكن تعمليها كلها دفعة واحدة وتشيليها في الفريزر؟ تعالي بقى النهاردة لما اقولك ازاي تعملي احلى واطعم سندوتشات لللانش بوكس، سهلة وسريعة وكمان الطعم حكاية. وبنص كيلو بس من الدقيق هتعملي اكبر كمية، وكمان جاهزة بقى كده على الاكل على طول. قد ايه هشة وقطنية وطعمها حلو جدا، والحشوة اللي جوه مخلية الطعم خطير. تعالي نبدأ ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وحطي اللايك بتاعك. ولو أول مرة تتابعيني ما تنسيش تعملي متابعة للصفحة. أول حاجة معايا كوباية من المية، نزلت بمعلقة كبيرة من الخميرة وزيها معلقتين من السكر، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وكمان معلقة كبيرة من الخل الأبيض. هقلب الكلام ده كله مع بعض كويس جدا. نقدر نضيف معلقتين من اللبن البودر، نقدر نشيل المية ونستخدم حليب او مية وكوباية زبادي. معايا ربع كوباية من الزيت، هضربهم مع بعض كويس جدا. بعد كده هنزل باربع كوبايات من الدقيق. انا هحط كمان النص كوباية كده، يبقى انا استخدمت 4 كوبايات من الدقيق، وكمان لسه هستخدم سوائل كمان. هنا بدأت بقى اللي انا اعجن معايا بالشكل دوت كده. هزود شوية مية صغيرين، وهزود كمان الدقيق عشان محتاجة اعملها ب4 كوبايات دقيق عشان تبقى معايا كمية كبيرة. كمان نقدر ان احنا نزود الدقيق ونخليه كيلو من الدقيق. 4 كوبايات يعني نص كيلو، ممكن نعمل كيلو من الدقيق. انا استخدمت على ال4 كوبايات من الدقيق كوبايتين الا ربع من المية. خلاص العجينة بتاعتي اتلمت معايا واتعجنت وبقت تمام كده. هديها دهنة حلوة من الزيت واغطيها لحد ما تخمر كده. خلاص هقفلها واسيبها بقى تخمر شويه. ده شكلها بعد ما سبتها تخمر بعد تقريبا نص ساعه. هبدا بقى اللي انا اخرج منها الهواء، واقسم العجينه بتاعتي ديت لجزئين. الجزء الاولاني هبدا اللي انا الفه بالشكل ده، والجزء التاني نفس القصه. هجيب صينيه، والصينيه اللي انا مستخدماها مقاس 30 في 30. لو انتي مش عايزه الارتفاع بتاعها عالي يبقى تحطيها في صينيه مقاس 40 في 40. الصينيه بتاعتي مدهونه دهنه حلوه من السمنه، نقدر نستبدلها بالزيت مفيش مشاكل خالص. هبدا ان انا افردها بالطريقه ديت كده، تتفرد معاكي بكل سهوله عشان هي مرتاحه كويس. الحشوه بقى بتاعتك انتي. انا كان عندي لانشون عاملاه معاكم، انا اللي عاملاه في البيت. حطيت كده كميه حلوه من اللانشون، حطيت كمان فلفل، وحطيت زيتون. نقدر نحط جبنه موتزاريلا او نحط جبنه براميلي، اي حاجه. الحشوه دي بتاعتك انتي. نقدر نحط كمان فراخ متقطعه تقطيع صغير ومتشوحه، براحتك خالص. بس اهم حاجه اي حاجه تحطيها تكون مستويه. بعد كده بقى هبدا ان انا افرد الجزء التاني واحطه بالطريقه ديت كده. هقفلها كويس جدا، وابدا بقى اللي انا اقطعها كده الاول بالنص، وبعد كده بقى ايه بالطول على حسب حجم بقى السندوتش اللي انت عايزاه. طبعا السكينه بتنزل لحد تحت خالص علشان خاطر بنقطعها عشان لما تخرج من الفرن تبقى معايا سهله. هحضر بقى معايا كده حوالي 3-4 معالق من الحليب، وادهن وشها بالحليب. نقدر نستبدل الحليب دوت بصفار بيضة، بس الحليب هيدينا نتيجة كويسة في النهاية. الحليب معلوش اي اضافات خالص. هدهن الوش كله. طبعا في الوقت دوت هكون مشغله الفرن على درجه حراره 180. اهم حاجه اللي هي بتدخل على فرن سخن علشان خاطر تديكي نتيجه بسرعه. بعد كده بقى حطيت على وشها شويه سمسم، نقدر نحط حبه البركه ونقدر نسيبها ساده. شوفي الولاد عندك بيحبوا ايه. حطيت كده سمسم وحبه البركه. هدخلها بقى الفرن على الرف الوسطاني من غير شوايه خالص. هتلاقيها بدات اللي هي تتحمر معاكي، وكمان تبقى باللون الحلو اللي انت شايفاه دوت كده. اول ما بتخرج من الفرن بسيبها تهدى شويه، ولا ترش ميه عليها ولا تغطيها ولا اي حاجه. هي بسم الله ما شاء الله هشه وقطنيه وطعمها حلو جدا، والسندوتش حكايه. يعني لو طفل كده اخد سندوتش من دوت والله طعمه حلو جدا وهيشبعه كمان. خطير يا جماعه. يلا قومي اعمليها. عايزه الارتفاع بتاعها ما يبقاش عالي قوي كده، ممكن نعملها في صينيه اكبر شويه تدينا عدد فطاير اكتر من كده. بحبكم جدا وشكرا جدا ليكم، والسلام عليكم.